مساء الخير يا شباب. كنت حابب ان انا اتكلم في جزئية اللي هي الابليكيشنز او التطبيقات اللي هو اتكلم عليها، اللي هو جيميناي 2.5 برو وبحث عميق ومش عارف ايه، و في اي او 3 سريع لانشاء الفيديو، الكلام ده يعني. احنا في حاجات احنا هنسأل فيها تشات جي بي تي عشان نعرف ايه هو الفي اي او ده بالظبط، وايه 2.5 برو. تمام. وهجيب لكم كل الباقيين، اللي هو الجيميناي مش عارف، الجيميل معروف طبعا، داكس ده هجيب لكم التطبيق نفسه على بلاي ستور، و فيتس ده ولا مش عارف اسمه ايه برضه هجيبه لكم عن طريق الشات جي بي تي. طبعا بالنسبة للجيميل، الجيميل معروف اللي هو ده، التطبيق ده. تمام. والجيميل عارفينه، وايه تاني، والصور اللي هو جوجل درايف. كل ده اللي هو السعر التخزينية مساحة تبلغ 2 تيرا بايت. التيرا دي 1024 جيجا، يعني قول مثلا 2000، معاك 2000 كم، 2000 2000 يا ربي، 2044، 2048. 2048 هي المفروض 2020 40، يبقى 448، أيوة 2048 جيجا معاك، اللي هي أصلا اختصارها 2 تيرا بايت، بس أنا بقولها بالتفصيل يعني. طيب، احنا خلصنا من جزئية اللي هو الكلام ده، فهنبدأ نوريكم الابليكيشن. بس عامل الفيديو ده هيبقى قصير شوية، مش هيكمل 4 دقايق أو 5. و عشان بس الناس ما تملش او تزهق، فاوريكم التطبيقات، وايه هو التطبيقات دي، وايه هو الابلكيشنز دي، وايه المزايا اصلا، عشان تفهموها يعني من شات جي بي تي، وهنفهم مع بعض ايه الدنيا. يلا بينا. طيب، احنا قلنا الجيميل اهو. تمام. بالنسبة ل شات باكس كانت هنا، مش موجودة شكلها، ما علينا، بس هنجيبها يعني. انا واخد التكست كوبي عشان بس ايه اقدر اجيبه في السيرش بتاع بلاي ستور. نقدر نكتب مثلا يا ربي، طبعا الجيميل انتوا عارفين، مش محتاجين تعرفوه ولا اوريهولكوا، عشان بس بتسأل الناس ايه هو الجيميل ده. ده الجيميل على كل جهاز اندرويد حرفيا، يعني اي جهاز اندرويد تلاقي فيه الكلام ده، ما عدا الديفايسز اللي زي، او الاجهزه زي هواوي كده، ما فيهاش خدمات جوجل، مش هتلاقي التطبيق ده. بس الاندرويد اغلبه يعتبر كله يعني، في الخدمات جوجل، وفي جوجل بلاي والكلام ده كله والحاجات دي يعني. طيب، درايف اللي هو ده، جوجل درايف. واللي مش عارفينها شوية، وفي ناس مش واخدة بالها منها، دي بتاعت الملفات. طبعا انا كنت مثبتها ومسحتها تقريبا، المهم هي بتاعت الملفات يعني. نحملها مليار واحد. تمام. حاجة تاني زي جيميناي، اللي هو بيتمحور حوالين الموضوع. جيميناي طبعا انا محمله اهو. تقدر جوجل جيميناي، تقدر تحمل اللي انت تحمله واستمتع بالدنيا دي يعني، في حاجات كتيرة اهو. جيميناي يعتبر زي تشات جي بي تي، بس في فرق ان ده تبع جوجل يعني، وتشات جي بي تي دي منصة تانية خالص. كلهم ذكاء اصطناعي في الاخر، بس اللي انا بفضله تشات جي بي تي طبعا، يبقى في حاجات افضل واعلى واحسن من كده يعني. بس مش عايز اعبط الناس واقول للناس ده وحش، لا هو كويس قوي جوجل جيميناي، خصوصا في مؤخرا يعني، الصور والذكاء الاصطناعي في الصور اللي كانت بتنتشر، والترند اللي طالع على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا يعني. تلاقي كل شوية واحد او واحدة منزلة، ما علينا.
بيعملوا الصور بتاعتهم بالذكاء الاصطناعي يعني بالمختصر. ده بالنسبة لجيميناي وفالو اهو، ولا فلو، مش عارف فلو مش ظاهر عندي ولا ايه، ما علينا. في عشان بس تبقوا عارفين في ابلكيشن او حتى موقع او حاجات او زي الفوتوشوب وزي الحاجات دي، انت محتاجة لابتوب او بي سي او كمبيوتر او جهاز ويندوز ماك ايا كان. الحاجات دي اللي هي بتدعم اللي احنا درسناها اصلا في السنة اللي فاتت، الماك والويندوز ومش عارف ايه واللينكس والحاجات دي يعني. فانا هاخد الكلام ده كله بس عشان الفيديو. ممكن نقول نعمل ايه؟ عايز افهم التطبيقات دي كلها. طبعا انا مش هقدر اقرا ده كله عشان وقت الفيديو، فانتوا انا هسيبه مثلا ثواني كده، ممكن تاخدوا سكرين شوت تقراوا برضه، او ممكن تبحثوا عن نفس الحكايه بس انا بجيبه لكم زي ما كان مكتوب بالظبط، خصوص السينمائيه والكلام ده، كل حاجه اهي. تمام. طبعا انا لما اتكلمت على مساحه التخزين السحابيه ما ذكرتش ان في صور على جوجل فوتوز بيبقى ليك 2 تيرا بايت، وملفات كمان على جوجل درايف، والايميلات على الجيميل. مساحه تكفي فيديوهات صور عاليه الجوده ومشاريع كبيره يعني بالنسبه كطالب جامعه. وتدريبات مجانيه للطلاب، وغير التدريبات نفسها في كمان كورسات ورش مجانيه على استخدام الذكاء الاصطناعي. الكلام ده كله ازاي تستفيد من نوت بوك ال ام وفالو او في اي او وجيميناي، بحث تحليل عميق مش عارف ايه. بس ادي يعني الفكرة من التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عليها يعني. وفي عندك بيعمل سيرش عشان يعرف بس ايه العرض ده اللي هو ده. هي دي لمدة سنة كاملة تقريبا، عن المناطق قد تختلف اهي. يعني كل الكلام ده اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح يعني. تمام. بس كده يا شباب، ويكون خلاص كده انتهى الفيديو. اشوفكم فيديو جاي. سلام.